بشتريش كده عمال على بطال، يا بجيب الحاجات دي الاول وبعمل ميزانيه محدده. يعني للشوبينج كده بعمل ميزانيه انه الرقم ده هو ده ايه اللي انا هجيب بيه لبسي، يعني فهمتوا؟ ما بخرجش مع الموضوع واسيب الموضوع بشكل مفتوح كده، كل ما يبقى معايا فلوس اروح اشتري، كل ما يبقى معايا فلوس اروح اشتري. لا كده مش هنخلص. وطول الوقت الموديلات بتنزل جديده، حاجات ترندي بتطلع وبتروح بعد فتره، فما نحاولش نكتر من الحاجات الترندي والحركات، نركز اكتر على الحاجات اللي هي البيسكس وكده. دول بيبقوا حلوين قوي، نقدر نلبسهم في كل الاوقات، الالوان بتبقى حلوه محايده. ممكن نجيب قطعه كده لطيفه ترندي يعني، لكن مش كتير، فاهمين؟ يعني نقلل لان بجد الموضوع مش الطف حاجه. وبعدين بتحتاروا كل ما كان كم اللبس بيزيد، بتحتاروا وانتوا جايين نازلين تلبسوا ايه على ايه وتنسقوا ايه على ايه، في الاخر بتلاقوا قطع ساعات مش بتلبسوها ومركونه، واكيد كل ده حصل معانا. ف نقلل جدا الموضوع ده، نحاول نفكر اكتر ازاي نعمل ماتشنج للحاجات اللي عندنا بشكل مختلف. فهمتوا الفكره؟ وتقدروا تشوفوا الموضوع ده عن طريق البلاي ليست اللي انا عاملاها هنا، مكتوب عليها اوتفيتس او ملابس، يعني فيها افكار بقى كتير، ولسه هعمل تاني وبعمل وبجهز طول الوقت انه اللون مثلا ده نلبسه ازاي على اكتر من قطعه، ايه بيليق على ايه، ازاي نشغل قطعه واحده ونعمل لها كذا اوتفيت كده مختلفين، بدل ما بنجيب قطعه نقعد نلبسها بنفس الطريقه. فاهمين الفكره؟ انا بحب جدا الحاجات دي وفعلا بتفرق وشكل اللبس بيتغير خالص. ممكن احط فلوسي في حاجه مهمه، زي مثلا لو انا محتاجه موبايل، يبقى بلاش سياسه العمال على بطال. مهم جدا، لان اصلا حتى التكنولوجيا والموبايلات والالكترونيكس والحاجات دي زي ما انتم شايفين، بيطلع موبايل النهارده بعديها بشهر يطلعوا موبايل تاني، بعديها بشهر موبايل تاني. يعني الموضوع مش هنخلص، فاهمين؟ فخلاص يبقى مثلا معانا حاجه على حسب كمان احتياجاتنا، ما هو مش تضييع فلوس وخلاص يعني. فاهمين؟ فيعني الموضوع على حسب انتي بتشتغلي مثلا كده بلوجر مثلا، فانتي محتاجه الموبايل يكون جوده الكاميرا حلوه مش عارف ايه ماشي اوكي. لكن انتي مالكيش مثلا في الحاجات دي، فمش مهم بالنسبه لك ده، فمهم ان الموبايل يكون مساحته عادي مش كبيره قوي، ويكون كويس وشكله لطيف وكده. يعني فهمتوا الفكره؟ ومش كل شويه. انا مثلا بقالي سنين ما غيرتش موبايلي والله، عادي، عايزه اغيره في الفتره اللي جايه عشان نحسن بقى الصوره شويه وكده، فاهم؟ فان شاء الله الفتره اللي جايه ايه اغير الموبايل وكده. الحاجه اللي بعد كده وهي التقشير، ندفع فلوسنا في حاجه فيها تأثير مهم وبيفرق في التقشير للجلد، التقشير للجسم.